خلال برنامجنا بنقول ألف مبروك للعروسين والعروسة والعريس أهوت والمأذون على الهوا. أحلى فرحة وأحلى تقولي إيه النهارده فرح بنتي؟ تقولي إيه فرح بنتي؟ تقولي إيه فرح بنتي؟ فرحانة يوم زعلانة يا فندم. ربنا يتمم لك بخير والفرحة العالم كله يشوفها الوقت. ربنا يتمم لها يا رب ربنا يفرحك يا رب.
ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله الفرد الصمد لا زوجة له ولا ولد يفعل ما يشاء ويختار لا راد لحكمه ولا معقب لامره. واشهد ان محمدا عبده ونبيه وصفيه من خلقه وحبيبه. اشهد واعلن واقر بانه قد بلغ الرساله وادى الامانه وهدى من الضلاله ونصح الامه وكشفت على يديه الغمه. جاء بالحنيفيه السمحاء يقول الزواج من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. اما بعد اخوه الاسلام والايمان فالزواج انما هو اخوه الاسلام والايمان سنه كونيه وهو نعمه ربانيه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ورأى رجلا ميسور الحال قوي البنيان فسأله أنت متزوج؟ قال لا. قال لما لم تتزوج؟ أتريد أن تكون نصرانيا أم أن تكون محمديا؟ قال بل على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ومن سنة محمد الزواج. إذا إخوة الإسلام والإيمان لابد من الزواج لمن طلبت نفسه الزواج وعنده من الباءة والقدرة الجسدية والمادية، وإلا فهو ليس من أمة سيد البرية وأستاذ الإنسانية. يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحفظ الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الله أكبر الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا لا تذكر الكتب السوالف دونه طلع الصباح فأطفئ القنديل. الإسلام دين الواقعية، الإسلام دين الوسطية، الإسلام دين العالمية. فالإنسان منا جسد وروح ولا بد لكلا الطرفين أن يشبع، وليس من إشباع للشاب إلا بالزوجة وليس إشباعا للبنت إلا بالزوج. هكذا خلق الله حواء من آدم إخوة الإسلام والإيمان، ولكن وضع شروطا ومعايير بناء عليها يكون النجاح الزواجي. ذلك أن الرسول قال إنما تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول إياكم وخضراء الدمن. قالوا ما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. ولما سئل عن خير في الدنيا قال الدنيا إنما الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وخير النساء من إذا نظرت إليها سرت وإذا أمرتها أطاعت وإذا أقسمت عليها أبرت وإن خرجت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها. أما بالنسبة للزوج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يقول صلى الله عليه وسلم شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم. إذا يا معشر الشباب لا تجنحوا عن الزواج، فإنما من غير الزواج ليس إلا الانحراف. وحسبك أنك تقضي ليلك كله مع النت تريد أن تشبع الغريزة على نحو منحرف. للرسول صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته إشباع الغريزة عن طريق مشروع ألا وهو الزواج. ليس إلا الزواج إخوة الإسلام والإيمان. 3 رهط زاروا بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال فسألوا عن عبادته وكأنهم تقالوها يعني رأوها قليلا. فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا
فأقوم الليل لا أنام. وقال الآخر أما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر. هذا الكلام ربما يعجبكم وتقولوا فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، لكن رسول الله لمس الخطورة فإذا به على الفورية يقف بينهم قائلا صلى الله عليه وسلم إن أنا أتقى الناس وأخشاهم لله إلا أني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا الزواج لإشباع وإرواء الغريزة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت في طريقك ما يعجبك امرأة فعود إلى زوجك فإن البضع واحد. فلا إشباع إلا بالزوجة، فهي آية عظيمة وهي النعمة الكبيرة. حتى قالوا في معنى قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا حسنة الدنيا إنما هي الزوجة الصالحة. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من السعادة: زوجة مطيعة، ودابة سريعة، ودار وسيعة. نعم إخوة الإسلام والإيمان، وأنا أبث في أذن العروسة وأقول لا ملكيش بركة إلا زوجك، هو أقرب الناس إليك بعد أبيك، ذلك أنه يرى منك ما لم يره أبوك. إذا ملكيش بركة إلا زوجك. يقول صلى الله عليه وسلم من ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. ويقول من باتت وزوجها غير راض عنها لا تشم رائحة الجنة. وأبث في أذن الزوج العريس اللي منور الدنيا كلها بنقول له يا سيادة العريس مالكش بركة إلا زوجك. يقول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم. نعم. وفعل موته صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم النساء وما ملكت أيمانكم. إذا إخوة الإسلام والإيمان رفقا بالنساء فإنهن قوارير. في أذن العريس بقول له ملكش بركة إلا الأمورة بتاعتنا الجميلة بتاعتنا اللي هتنور لك الدنيا كلها. نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل زواجا ميمونة بارك الله لهما جميعا وعليهما وجمع بينهما في خير. يا ريت كلكم معايا بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. اللهم يسر أمر الشباب وزلل لهم أمر الزواج يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وانصر الإسلام وعز المسلمين وأهلك الكفرة أعداء الدين. ومع إن شاء الله رب العالمين مع عقد الزواج نعيش. نسأل الله أن يجعل حياتنا كلها سعادة وأيامنا كلها أعيادا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا حاج حامد يا عبد العزيز أستاذنا عظيم إني استخرت الله صورتين واطلب منك زواجي من ابنتك البكر الرشيد العاقلة أمل حامد عبد العزيز. أطلب منك الزواج بها على سنة الله ورسوله وعلى الله المسلم فيما بيننا قال ونوجهنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني قبلت زواجك يا إسلام السيد الباز علي بزواجك من ابنتك أمل حامد عبد العزيز
البكر الرشيد العقيم المعروف فيما بيننا على كتاب الله وعلى هدي رسول الله وعلى الصداق المسمى بين عالم ومؤجل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأنا قتلت وأشهد الله والحاضرين أجمعين أنا أعلم مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله ما دمت حيا. وصلى الله وسلم على محمد وعليكما وجمع بينكما في خير. يا رب كل البنات تتخطف وتتجوز يا رب. يا رب نفرح. بارك الله فيكم، جعل ايامكم افراح. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.